أهلا بيكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: نائب رئيس لجنة الحكام يرد، هل طلب الأهلي أو الزمالك حكام أجانب لنهائي الكاس في السعودية؟ قال محمد فاروق: لا الأهلي ولا الزمالك طلبوا حكام أجانب لنهائي كاس مصر. الأهلي والزمالك يشعرون بأن التحكيم المصري عادل ويتواجد بقوة في أفريقيا، وبالتالي لا توجد أي نية لاستدعاء حكام أجانب. خبرنا الثاني: اتحاد الكورة يكشف عن عوائد نهائي كاس مصر. قال اتحاد الكورة: طلب السعودية باستضافة نهائي الكاس يؤكد على أن مباراة الأهلي والزمالك منتج قوي ويحقق نسب مشاهدات عالية. عوائد إقامة نهائي الكاس في السعودية حوالي 2 مليون دولار بخلاف الجوائز المالية الأخرى لكل فريق. خبرنا الثالث: طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي الزنفولي هو من سيقول كلمته في النادي الأهلي. قال طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي: اخترنا الزنفولي لأنه أدى موسم جيد بجانب تجربته مع الفريق السابقة، ولكن أتمنى له التوفيق مع النادي الأهلي. هو من سيقول كلمته خلال فترة إعارته. ومحمد أبو جبل حارس كبير وسعدته بأنه سيستمر معنا، فالحارس 50% من الفريق. أعتقد أن الزنفولي هو من سيقول كلمته في النادي الأهلي إذا أراد الاستمرار بعد انتهاء فترة إعارته، وأتوقع نجاحه. خبرنا الرابع: بريرة رئيس لجنة الحكام هيكونوا مصريين في نهائي الكاس بين الأهلي والزمالك. أكد بريرة على أن نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية سيكون بحكام مصريين، وأكد على أنه سيتم اختيار الأسماء خلال الساعات القادمة وسيتم الإعلان عنها. خبرنا الخامس: مصطفى سعد ميسي لاعب سيراميكا، لهذا السبب رحلت من النادي الأهلي. تحدث مصطفى سعد ميسي لاعب نادي زد الحالي وقال: لا يوجد أحد في الكورة يرفض الانتقال للنادي الأهلي. كنت أريد اللعب في المباريات وشفت أن أنا لن أتمكن من المشاركة مع الأهلي، لذا وافقت على الانتقال إلى نادي زد.